السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ صباح الخير أو مساء الخير حسب انت بتشوفني في أي وقت. أتمنى أن أكون بنقذك في تسليمة أو حاجة يعني. آم، طيب احنا كنا المرة اللي فاتت عملنا برزنتيشن كده بسيط ل 3D view. المقصود منه ان احنا نطلع دايجرام في عناصر أساسية في المبنى باين طبعا بشكل أساسي، في بقى الإيليمنتس بتاعت الديزاين أو إيليمنتس أنا عايز أبين الفينشنج بتاعها أو عايز أبين هي أهميتها إيه، يعني أيا كان أنت بتشاور على إيه في الدياجرام ده وعايز توصل منه لإيه، وبنبتدي نكتب الكلام ده. يعني بتشوف بقى أنت محتاج تكتب إيه وبتظبطه. ضفنا شوية عناصر كده بسيطة، بداية من الفلورز والهاتشز اللي جوه الماتيريالز، شوية فرنتشر أو دور فرنتشر، أشخاص عشان نحس بسكيل المبنى وهكذا. طيب ده مجهود اتعمل في 3D. ما رأيك إن احنا نخليها تيمة أو ثيم كامل للمشروع بتاعنا ونبتدي نطلع بيه بلانز برضو؟ أعتقد تبقى فكرة لطيفة. يعني تعالى كده نشوف البلان ممكن يطلع من حاجة زي كده شكله عامل ازاي. يعني يكون بالشكل ده. وفي الريفت أعتقد إن هو هيبقى أبسط بكتير كبروسيس يعني وكورك فلو انت هتشتغله، لان الالوان ثابته عندك. انت بس يا دوب هتحط التمبلت على الفيو بقى. طبعا شويه تظبيطات هنظبطها مع بعض دلوقتي، لان ال 3 دي فيوز بتختلف عن البلانز في كذا اوبشن جوه الريفت. فخلينا نبتدي. طيب بداية ده البلان بتاعي. لو احنا بس نفتكر شكل المبنى ده، المبنى فانا عندي سبيس جوه ايا كان بقى تقسيمته عامله ازاي، ايه الفرنتشر اللي جواه او كده. وعندي ديك بره، وعندي اوت دور اريا بشكل بسيط. زودت انا سلم هنا عشان يبقى الموضوع منطقي شويه. فتعال نخش نشوف البلان. اول حاجه احنا بنعملها، احنا بس بنفوكس على الجزء اللي احنا عايزين نشتغل جواه بالشكل ده كده. طيب تعالى كده مبدئيا نشتغل من اخر حاجه احنا انتهينا عندها، الا وهي ان انا دلوقتي عندي فيو تمبلت كان اسمه دايجرام دارك بلو. هقول له والله ابلاي ده هنا. طبعا هو هيبقى فيه شويه اختلافات بقى. ليه؟ لان مثلا ال 3 دي فيه باك جراوند، البرانات ما فيهاش باك جراوند. هناك في اضاءه ولعب بالاضاءه والكلام ده، هنا نوعا ما الموضوع مقيد شويه. فتعال نبتدي باول حاجه نظبطها، وهي الباك جراوند. باك جراوند في حاله زي كده انا صراحه بعتمد على حاجه زي الريجن. الريجن هنا بسيط، هيوفر لي الباك جراوند اللي انا محتاجها. فممكن نروح عاملين حاجه زي كده وحاجه زي كده. أم، يعني برضو ممكن نستثني السلم من الموضوع. نقول له والله انت كده تمام، اوكي خلاص انا كده عملت الباك جراوند بتاعتي. موضوع بسيط. طيب تاني حاجة ان انا عندي بعض العناصر زي الاشخاص مثلا او الحاجات ال 3 دي اللي انا مدخلها، ما ببقاش عايز في البيانات قوي الشادوز تبقى داخله فيها بالشكل ده. فانت هنا بما اننا عاملين اوفر رايد من الفي في على كل حاجه، فانت مش هيهمك قوي موضوع اللايتنج. فاحنا ممكن نرجع الموضوع للهيدن لاينز. الهيدن لاينز هتديك فلات ايدجز كده او فلات كولرز للموضوع. ولو على حاجه زي كده احنا ممكن نظهرهم بشكل ما عن طريق الاوفر رايد، ونديهم مثلا لون كونتراست كده مع البلان. ده بقى اول عنصر كده مبين البلان معانا بشكل كويس. طيب بعد كده عندي شوية edges كده، يعني مش حاسس ان اللون الاسود يبقى لايق معانا في الموضوع ده. فانا من هنا هضغط في انا الايدجز دي عندي معظمها في ايه؟ دي في الفلورز وفي الفرنتشر وفي الستيرز. طيب انت ممكن تيجي هنا نبتدي بالفلور ونشوف الافكت بتاعها هيبقى عامل ازاي. انا ممكن اجي على الفلور هنا اختار نفس اللون هو لكن بس هفتحه شويه. ابلاي بدأ يظهر معايا كده. والله لا، انا ممكن ارجع اغمقه حاجه بسيطه. اعتقد كده بقى مناسب. نفس الافكت ده عايزه في الستيرز وعايزه في الفرنتشر. فانا هاجي هنا عند الفرنتشر. وخلي بالك لما تيجي تختار كاتيجوري نقي اللي جواه برضو، يعني خد كل السب كاتيجوريز اللي جواه عشان ما يسيبلكش حاجه لاين ما تكونش انت واخد بالك منه وهكذا.
طيب انا هاخده مع الفلور وهفتح الاوفر ريد اللي انا عملته مع الفلور واقول له اوكي، ساعتها هو هيروح مطبق ده على الباقي. ابلاي كده، ظبط معايا شويه. طيب اجيب بقى الستيرز ونفس الفكره. طب خلينا نجرب كده من غير ما نفتح السب كاتيجوريز من الفلور. يعني انا دلوقتي مسلكت الاثنين، هختار الاوفر ريد بتاع الفلور واقول له اوكي ابلاي. قال لي ما سمعش معايا في حاجه ليه؟ برغم ان انا لو جيت على الستيرز هنا هلاقيه موجود، ولكن هو الستيرز من الكومبوننتس جوه الريفت اللي بتبقى عباره عن سيستم فاميلي جواها عده فاميليز. فمحتاج اختار كل السب كاتيجوريز اللي جواها واقول له والله انت تاخد نفس الاوفر رايد ده، يقول لي اوكي خلاص هو كده تمام. نفس الكلام في الريلينج بقى، حاسب لك انت الريلينج واللايت فيتشر دوت والموليونز اللي هنا كمان. طيب تعال نشوف كده برضو حاجه زي الباب من الحاجات اللي مضايقاني برضو في المشهد. ممكن اجيب دور هنا واقول له والله احنا خلاص بقى اتعلمنا السب كاتيجوريز كلها، واقول له انا عايز اللون مثلا الجري الفاتح عشان يبقى ظاهر شويه، اقول له ابلاي. هلاقي ان في حاجات ما ظبطتش زي البانل دي مثلا. طب ليه؟ لان الباب مثلا هو معتمد البانل دي ان هي كات. فمن الحاجات اللي انت لو هتقطع فيها لازم تكون مأكد ان الدورز او قصدي البروجيكشن معمول بالسيتنجز انت عايزها، والكات كمان معمول بالسيتنجز اللي انت عايزها. فالكات هنا انا هروح مختار اللون ده واقول له سيب الخطوط زي ما هي، ابلاي. بدأ يظبط معايا. اوكي انا كده سعيد جدا بالموضوع الحقيقة. يعني مش حاسس ان انا زعلان من حاجة قوي. طيب ممكن احس ان دي واخده جزء كبير كده من المشهد، فممكن اوفر رايد عليها هي لوحدها واقول له والله انا عايزها بس ترانسبيرنت كده. اه حاجه بسيطه خالص كده مثلا، تخف بس حده اللاينز بتاعتها وتديني احساس ترانسبيرنت، فيعني ما تبقاش مركزه معاها قوي. طيب تعال نشوف ايه تاني ناقص معانا. احنا ممكن يعني نعدل في اللايتنج اللي هنا. فاحنا اتعلمنا المرة اللي فاتت حركة الشمس، فممكن اجي اقول له هنا والله مثلا انا محتاج الظل ده يرجع ورا شوية، فممكن اقول له والله خليك مثلا 130، 150. اعتقد كده مناسب شوية، ومش عايزه يرمي ظل بره المبنى بتاعي، فهقول له كده اوكي واوكي على كده. طيب جميل جدا. محتاج ان انا اكتب اسامي الفراغات، فانا هختار تكست واقول له والله مثلا انا عندي دي بدروم مثلا، بس يعني هختار شكل مناسب شوية او قصدي حجم تكست مناسب شوية. طبعا لو فرشنا السبيس ده يكون افضل كتير. ممكن اخد بقى كوبي من ده كده واقول له والله ده مثلا الترس، وممكن اخد برضو كده واقول له ده بالنسبة لي الفونت يارد. تمام. طلعهم فوق شوية 3 سنتر. تمام جدا. طيب ايه تاني ممكن ان انا اضيفه على المشهد ده؟ ممكن اضيف بعض الدايمنشنز اللي انا ببقى محتاجها. سي مثلا ابعاد داخلية للمكان، ابعاد خارجية. طب انا هنا حطيت معظم الدايمنشنز اللي انا بكون محتاجها. نبذة سريعة عن موضوع الدايمنشنز، وممكن نبقى نفرد له في فيديو كامل خاص بيه يعني. لكن انا هنا بس كل اللي عملته ان انا غيرت حجم الفونت شوية، وغيرت اللون بتاع التكست باللون اللي هو الجولد بتاعنا اللي مستخدمينه في معظم المشروع. طيب طب ايه تاني؟ انا ممكن ابتدي اضيف بقى عناصر لاندسكيب او حاجة، شجر او ايا كان. ضفت الشجر بتاعي هنا، ممكن برضه اديله كده ايه يعني زي اوفر رايد سريع. لو هستخدم الموضوع ده في اكتر من فيو نفس الافكت ده، ممكن احط في التمبلت عن طريق الفلتر، او ان انا خلاص زي ما انا كده اوفر رايد بس في الفيو ده، ولو ان انا ارجح يعني انت تحطه في التمبلت عشان تقدر تبقى لك حرية مش كل شوية ترجع لهم يعني. مم، يعني ممكن حاجة زي كده تكون شكلها لطيف. ابتدي بقى ازود التكست بتاعي اللي هو بيدل على شكل الفيو نفسه زي كده. في حاجة بقى انا بحبها جدا الحقيقة، الا وهي ان انا احوط كده البلان بتاعي او ان انا اعمل له فريم. طبعا دي بترجع لكل شخص يعني حسب برضو البرزنتيشن بتاعك. هل انت هترص بلانات جنب بعضها مثلا؟ هل لا انا محتاج ابروز الموضوع ده؟ لكن انا نوعا ما بحبه بحيث ان انا ما اسيبش الايه اللوحه بتاعتي مفتوحه كده.
فانا ممكن بتريك بسيطه كده باجي هنا باخد الكروب فيو بتاعي. لو انا خلاص انا واثق ان الكروب فيو ده هو ده التمام، تعالى كده نتاكد. يعني انا اعتقد محتاج لحد هنا مثلا، ومن هنا لحد هنا. جميل جدا. طيب ممكن اخد ده دبل كليك، يعني اخده كده كوبي، واقول له خلاص مش عايز. تمام. واجي بره هنا كده واقول له الموديفاي align to current view. زي ما انا ومن غير ما انسلكت اي حاجه، وانا سلكت اللي انا عايزه، هختار نوع الفونت اللي انا نوع قصدي اللاين اللي انا محتاجه. انا مجهز اوريدي عندي حاجه اسمها كروب لاين. تمام. وهو مش هيظهر لان هو معمول دلوقتي موديل لاين. موديل لاين ده هيختفي تحت الريجن اللي احنا عاملينه. انا لسه ما عملتش ان سيلكت خالص، وانا لسه سيلكتد. بقول له كونفرت. لما بيعمل لي كونفرت بيعمل ايه؟ شايف؟ بيسيب لي الخطوط، يعني بيحولها لديتيل لاين. ف اللاينز ساعتها بتاخد اولويه عن الريجن فبتعلى لفوق. طب هل انا محتاجه كده؟ لا، الحقيقه ان انا محتاجه باوفست. اختار هنا واقول له مثلا والله انت هتبقى اوفست متر مثلا. يعني اعتقد اننا وصلنا للبرزنتيشن شكله لطيف واقرب ما يكون لل 3 دي بتاعنا، فيبقى البروجكت كاد ثيم كويس. حابب اشوف تطبيقاتكم على الكلام ده، وحابب اشوف تعليقكم على الستايل. ولو حد جرب ستايل مختلف يا ريت يبعتهولي على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي. واتمنى يكون التوتوريال النهارده مفيد، وينقذ حد في تسليمه او في تسليمه مسابقه او بروجكت او حاجه. يعني اعتقد الموضوع بسيط مش معقد. لو في اي اسئله او استفسارات يا ريت تبعتولي. اتمنى الدعم منكم، اللايك والشير. شكرا لكم.